بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله إليكم. أيضا هذا السائل يسأل عن حكم إفراد عاشوراء بالصيام، وهل يلزم للإنسان أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وما الحكمة من ذلك؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد أن صيام يوم عاشوراء على 3 أقسام. القسم الأول وهو أفضلها أن تصام الأيام 3، اليوم 9 والعاشر وال11، هذا أفضلها. ثم يليه أن يصام اليوم 9 والعاشر، ثم يليه أن يصام اليوم 10 واليوم 11. كلها لله الحمد فيها فضل عظيم. ولو أنه أفرد يوم عاشوراء وصامه وحده فهذا جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فكانوا يصومونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه مع صوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. نعم.